السلام عليكم، اهلا بيكم. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة. النهاردة هنشتغل غرزة من غرز الكروشيه البسيطة. هنشتغل غرزة الحشو العميقة. غرزة الحشو العميقة باينة كده من اسمها ان هي غرزة عميقة شوية. النهاردة هنشتغل الغرزة بتاعتنا. هنعمل عينة من حوالي يعني عدد عشوائي من الغرز، مش هنرتبط بعدد معين. هنبتدي نعمل السلسلة بتاعتنا بعدد عشوائي زي ما اتفقنا، مش مرتبطين بعدد معين. اهو طبعا كلنا اتعلمنا دلوقتي ازاي نعمل السلسلة. انا هقفل السلسلة دي، حابة اعمل لكم النهاردة العينة بشكل دائري. هقفل السلسلة بتاعتي بغرزة منزلقة، بروح بقى في اول سلسلة عملتها وابتدي اخد لفة واخرج من الابرة. انا هشتغل على السلسلة دي، هملاها غرزة حشو. هعمل غرزة حشو عادية الكلاسيكية اللي انا هبني عليها الغرزة الحشو العميقة علشان تبان في الشغل عندي. يعني هشتغل غرزة الحشو العادية اللي احنا اتعلمناها وعرفناها كلنا، ان انا بدخل جوه السلسلة وباخد لفة واخرج، واخد لفة اخرج من السلسلتين مع بعض، الحلقتين الموجودين على الابرة، وهكذا انا بكرر الموضوع لحد ما ينتهي السطر بتاعي. حاملة السلسلة بتاعتي كلها بغرزة الحشو العادية، وهعمل كمان سطرين منها مش سطر واحد، علشان غرزة النهاردة لازم تبقى واضحة شوية. هنحتاج لسطرين من غرزة الحشو. انا كده بشتغل في اول سطر غرزة حشو عادية كلاسيكية بتاعتنا اللي متعودين نعملها في اغلب اساسيات شغلنا. هكمل السطر وهرجع لكم. انا عملت سطرين من غرزة الحشو العادية بتاعتي، وقفلت الدايرة بتاعتي برضو للمرة التانية بالغرزة المنزلقة. وعلشان تبان غرزة النهاردة في الشرح هبتدي ادخل لون مختلف علشان نعرف نشوفها مع بعض ونفرق في الشغل. هجيب لون وليكن اللون ده هو المتاح عندي اهو، وهحاول ان انا ابدأ ادخله في الشغل. يعني انا بعد ما باخد غرزة حشو بسيب الغرزة اللي بعدها وبنزل في الصف الاسفل، الصف الاولاني او رقم 2 اللي انا عملته، وهنزل بالابرة كده في الغرزة اللي بعدها، وهبدأ اخرج واطول الفتلة معايا كده في الخروج علشان تظبط معايا في الشغل، وابتدي اخد لفة واعمل غرزة حشو اهي. واخدين بالكم اهي، دي غرزة الحشو اللي انا عملتها، او غرزة الحشو العميقة اللي هشتغلها النهاردة. هكمل، هاخد الغرزة اللي بعدها، هدخل في السلسلة اللي بعدها على طول وهاخد غرزة حشو عادية اهو. هبتدي اكرر، هاجي السلسلة اللي بعدها مش هدخل فيها، هدخل في اللي تحتها بالإبرة واخد لف واخرج واطول الفتلة بتاعتي على الإبرة واعملها غرزة حشو. شايفين
من هنا بقى جه وصف الغرزة بتاعتي، غرزة الحشو العميقة اللي انا باخدها من العمق، مش باخدها من اول السلسلة. باجي بشتغل الغرزة اللي بعدها على طول بشتغلها غرزة حشو عادية. بكمل بنفس الطريقة، باجي في اللي بعدها بسيبها وبروح في الأسفل واخد غرزة حشو من العمق واشتغل غرزة حشو عادية، وهكذا بكرر واحدة عادية وواحدة من العمق بالشكل ده. طبعا مع التكرار هبص الاقي الغرزة اتضحت معايا، علشان كده انا قصدت اخلي اللون مختلف علشان الغرزة تبان. هكمل بنفس الطريقة لحد السطر بتاعي ما يخلص. باخد غرزة حشو عادية وواحدة عميقة من العمق، السطر اللي قبله مش السطر اللي انا شغالة فيه. واحدة عادية حشو عادية وواحدة عميقة بالطريقة دي. هستمر لحد نهاية السطر بغرزة عادية وغرزة عميقة، حشو عادية وحشو عميقة، لحد السطر بتاعي ما ينتهي بنفس الطريقة. خلص السطر الأول بتاعي من تنفيذ غرزة الحشو العميقة، وهبتدي أقفل الدايرة بتاعتي بغرزة منزلقة واخد غرزة سلسلة ارتفاع وابتدي أشتغل. هعمل في أول غرزة تقابلني غرزة عميقة هعمل فيها غرزة حشو عادية، والغرزة اللي بعدها على طول هاخدها عميقة، وهكذا. الغرزة العميقة هعملها عادية واللي بعدها هاخدها عميقة. العميقة هشتغل فيها حشو عادية، والعادية هشتغل فيها من الأسفل غرزة عميقة. هشتغل أسفل الغرزة، مش هشتغل في الغرزة نفسها. اهي العميقة هي اللي بشتغل فيها غرزة حشو عادية، أما العادية بشتغلها من العمق كده اهو. وهكمل بنفس الطريقة